معركة زلزلة في معرة النعمان افتتحت يومها الثاني بعملية التمهيد بمدافع الهاون عيار 120 وصواريخ محلية الصنع بعيدة المدى، والتي كان لها أثرا مميزا في دك حصون الحواجز القابعة في وادي الضيف. وانهالت القذائف من قبل المجاهدين من كل حدب وصوب لتحقق أهدافا مباشرة على أكثر من جبهة. وسجل الثوار تقدما ملحوظا، حيث دمروا مدفعي الفوزديكا في حاجز السماد، ودمروا أيضا مبنيين من أصل 5 من حاجز الحبوش تدميرا كاملا، الذي كان له أثرا سلبيا على نفسية الجيش الأسدي وتضعيف معنوياته، مما أجبر حاجز الحبوش على طلب المؤازرة من حاجز السماد المجاور له. وقامت إحدى الآليات بعملية تمشيط واشتباك مباشر مع الجيش الحر. سرعان ما انطلقت صواريخ الجيش الحر باتجاه نقطة الاشتباك لتخفيف الضغط عن مجموعة الخط الأول. وساهم مدفع الشيلكا 23 بفتح مجال أمام تدخل مجموعة من عناصر لواء شهداء معرة النعمان لإنقاذ فريقنا الذي حوصر برفقة الجيش الحر. وقاموا بلفة سريعة حول الحاجز، واستدعى أمير الاقتحام رامي القاذف الRPG الذي أجبر الدبابة على الانسحاب، تاركا المجال أمام خروج المجاهدين وفريق العمل. لكن البطل الذي أنقذ الموقف تعرض إلى إصابة نقل على أثرها للمشفى الميداني. وقبل مغادرته أرض المعركة كانت رسالته لأصحابه على الشكل التالي: بإذن الله النصر، إن شاء الله النصر لنا يا شباب، توكلوا على الله. الراية وصلتكم بالراية، ها؟ بإذن الله، الله يحميك. معركة النعمان، معركة زلزال، فريق شذا الحرية الإعلامي.